بالسكر، بس طعمها حلو قوي وهمية بجد. زي بتاعة المحلات بالظبط. هتعجبك جدا وهتبهر الولاد. طريقتها سهلة جدا ومكوناتها في منتهى البساطة. اعتقد ان انتي مش هتبطلي تعمليها ابدا. صدقوني هي طعمها حرفيا خطير. ان شاء الله هتعجبك لما تجربيها، لان فعلا هي تستاهل التجربة. يلا بينا نشوف مكوناتنا. اللهم اكرم بهذا الطعام وكل من ياكله واجعل في طاعتك وحسن عبادتك. انا هنا معايا كوبايتين من اللبن. تمام. اي لبن انت بتحبي تستخدميه، سواء اللبن المعلب او اللبن اللي هو بتاع اللبان، مش هيفرق. كمان معايا هنا الكاستر اللي هو الفانيليا، ده بيتباع في السوبر ماركت معروف جدا. معايا معلقتين كده، الكوبايه عليها معلقه طعام من اللي هي بس تكون مليانه. تمام. فاحنا حطينا كوبايتين يعني معلقتين من الكاستر. هنقلب المكونات دي كويس قوي مع بعض وهنرفعه على النار. طبعا ممكن جدا ان انت تحلي الكاستر او ما تحليهوش على حسب ذوقك الشخصي في الحاجه الحلوه اللي انت بتحبيها. انا عشان مش بحب الحاجه تكون مسكره قوي، فدايما تلاقيني بستخدم السكر بالاعتدال. لو انت بتحبي الحاجه مسكره بزياده ممكن تزودي سكر. يعني انا هنا حطيت معلقه واحده من السكر، انت ممكن تحطي اتنين ونص عشان السكر يبان فيها شويه. تمام. وخلاص كده زي ما حضراتكم شايفين استوى وغلي معانا وتقل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. هفضيه في بوله. عفوا. وهبتدي ان انا اغطيه بكيس نايلون او ستريتش زي ما تحبي. المهم ان انا اغطيه كده يعني بطبقة تلامس سطح الكاستر عشان خاطر ما يعملش قشر على الوش. وهدخله انا عن نفسي عشان مستعجله شويه، فهدخله الفريزر يبرد. تمام. انتي لو مش مستعجله وبتعملي حاجه براحتك سيبيه على ترابيزه المطبخ عفوا لحد ما يبرد تماما وبعدين ابتدي استخدميه. معايا هنا نص كوبايه من السمنه، هسيب فيها حوالي معلقه بس كده. تمام. كمان معايا كوبايه من الزبادي. معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان يخلي الفطير معانا كده مورق وهش وطعمه حلو. تمام. هنقلب المكونات دي برضو كويس قوي مع بعض. انا هنا عندي السمنه سايحه بدرجه حراره المطبخ عادي. لو السمنه بتاعتك مش سايحه تقدري ان انتي تدوبيها بس تسيبيها تبرد برضو. تمام. قلبناهم مع بعض كويس قوي. وده الخليط طبعا اللي احنا هنستخدمه في الفطيره بتاعتنا عشان الفطيره تطلع حلوه وطريه كده وجوسي وطعمها جميل. معايا هنا صينيه اللي هي تقريبا مقاس 28 بتاعت البسبوسه. حطيت معلقه السمنه اللي انا كنت سايباها في الكوبايه وهبتدي ان انا ادهن الصينيه كويس قوي بالسمنه. معايا هنا لفه من الجلاش. انا بحب دايما زي ما قلت لكم، انا ما بستخدمش الجلاش بتاع الشركات، انا بحب استخدم الجلاش اللي هو بتاع الفطاطري. انا بحبه بصراحه، بحس ان هو بيبقى احلى من الجلاش بتاع الشركات. وطبعا ده شيء يرجع لك، بس اعتقد ان انتي لو جنبك حد بتاع فطير آه او مخبوزات تقدري تجيبي منه الجلاش، بيبقى طازه والخامه بتاعته بتبقى حلوه اكتر من بتاع المصانع. ده رأيي الشخصي، طبعا كله يرجع لك. زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت نص الورقه كده في الصينيه من هنا ومن هنا، وبدات ان انا ادهن من الخليط اللي انا عملته اللي هو من السمنه والزبادي والبيكنج باودر. عفوا سامحوني معلش. تمام. وهبتدي بقى ان انا دلوقتي احط آه الورق اول طبقه بس تعتبر كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. الورق عكس بعضه والورق نصه من بره. اوعي تدهني الصينيه من الخليط اللي انتي عاملاه دوت. الصينيه لازم تدهن سمنه مش من الخليط، علشان لو دهنتيها من الخليط ده ممكن صينيه الجلاش بتاعتك تلزق تحت في القعر يعني، ودي هتبقى حاجه مش كويسه وانتي بتطلعيها من الصينيه.
زي ما حضراتكم شايفين بعد كده انا بدأت اتني كل ورقة نصين واحطها في الصينية بالشكل دوت. عندنا كويس قوي. وصفاتنا كلها خفيفة وسهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم وتنال على رضاكم. حطينا الورقة عكس الورقتين التانيين زي ما حضراتكم شايفين علشان نخلي كده طبقة سميكة في النص. ما تنسونيش يا احبابي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس، تعملي لايك للفيديو لانه بيدعم القناة جدا وبيدعم الفيديو وبيرفعه. وشكرا لكل احبابي ومتابعيني في القناة، انا بشكركم جدا على دعمكم ووقفتكم جنبي. كده انا حطيت تقريبا نص لفة الجلاش. تمام. وبدأت ان انا خلاص الكاستر برد تماما. بدأت بقى ان انا اجيب الكاستر كده واوزعه في الصينية. لو انتي حابة ان الكاستر يبقى اتقل من كده شوية تقدري تملي المعلقة اكتر من كده شوية او تزوديها كمان نص معلقة. بس يعني ما انصحكيش، انما طبعا دي حاجة ترجع لك. انا كنت شايفة ان كده قوام مناسب. لو انتي حابة يبقى اتقل شوية من كده برضو مفيش مشكلة، تقدري تقليه شوية عن كده، بس هيبقى صعب معاكي شوية في الفرد. بدأت هنا ان انا احط الورقة مفرودة على السطح علشان خاطر ان انا آه زي ما حضراتكم شايفين اغطي الوش بقى بالكامل بالشكل دوت. وبدأت ان انا احط ورقتين تاني كده، الورقة اتنيها نصين. هندينها كويس قوي. وطبعا كده انا بدأت ان انا احط نص التاني من الجلاش. تمام. هنقفل كويس. خلاص كده انا خلصت النص التاني من لفة الجلاش. بدأت ان انا فاضل حوالي 3 ورقتين او 3. بدأت ان انا بقى الم الاجناب كده بتاعت الجلاش. تمام. وادهنها برضو كويس. الخلطة طعمها تحفة، الخليط اللي احنا عاملينه ده بندهن منه حقيقي. الفطيرة كان طعمها حلو قوي قوي. يعني انا واثقة ومتأكدة انها تعجبكم، مش هتندموا ابدا عليها. يا ريت تجربوها وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. حاجة حلوة وسريعة على فكرة، هي فعلا سريعة جدا ما بتاخدش وقت نهائيا. كل الاطفال بيحبوا قوي الفطير بالسكر واحنا كمان بنحبه. يعني انا بصراحه ولادي لما يقولوا لي يا ماما نجيب فطير بالسكر انا ببقى عامله زي الطفله الصغيره معاهم وبقعد اكل معاهم فطير بالسكر، بيبقى طعمه حلو قوي بصراحه. فزي ما حضراتكم شايفين كده انا جبت الفاضل الثلاث ورقات اللي هما في الاخر. بدات ان انا اغلف بيهم كده الفطيره من فوق علشان تدي شكل كويس. وده شكلها النهائي بعد خلاص دهنت الوش. ودخلتها الفرن، قعدت حوالي نص ساعة وعشر دقايق. معايا هنا نص كوباية من اللبن الدافي، حطيت عليها معلقة من السكر. تمام. ونقلبها كويس قوي. وهبتدي ان انا اسقي بيها الفطيرة بتاعتي وهي سخنة. يعني انا عايزة اقولك الفطيرة لسه خارجة من الفرن سخنة، وكمان كوباية اللبن دافية علشان تطريها كده وتخليها جوسي. كان طعمها حلو قوي قوي بجد، خطيرة حرفيا. هتاكليها دافية طعمها جميل، هتاكليها باردة طعمها حلو قوي. في كل الحالات هي بجد طعمها ممتاز. هتبتدي بعد ما بتشربيها باللبن عشان تطرى معاكي شوية وتبتدي ان انتي تعرفي تقطعيها، لان لو ما عملتيش كده هتتكسر منك اثناء التقطيع. لان كلنا عارفين قد ايه الجلاش بيبقى هش كده وبيقرش، فاحنا عايزينها جوسي كده وطرية عشان نعرف نقطعها ونعرف ناكلها. انا قطعتها بالسكينه كده بتاعه البيتزا او تقدري تقطعيها بالسكينه العاديه. طبعا معايا سكر بودر، وطبعا الكميه دي حسب الرغبه. انا هنا معايا من المعلقتين كبار، تقدري تكتري شويه لو انتي بتحبي الحاجه مسكره، وخصوصا لو مش مكتره سكر في الكاستر زي كده. تمام.
هنوزع السكر بشكل جيد كده على الوش. كمان معايا بقى شوية من الزبيب. الزبيب كمان بيخلي الفطير طعمه حلو قوي قوي. لو انتي حابة ان انتي تحطي زبيب جوه مع الكاستر برضو هيديله طعم جميل. انا بصراحة اللي كان عندي استخدمته. تمام. معلقتين لبن كده، برضو هحطهم كده فوق الوش علشان السكر انتوا عارفين قد ايه هو يعني خفيف قوي، فاحنا عايزين نثبته شوية على الوش كده بالشكل دوت. ودي حبايبي فطيرة السكر معانا النهاردة. انا اتمنى ان هي تكون عجبتك ونالت على رضاكي. جربيها وصدقيني مش هتندمي، حاجة حلوة وخفيفة وسريعة. شكلها قد ايه مشهي جدا ويفتح النفس. شايفين بقى البخار كده وهو طالع، وهي دافية طعمها جميل، وهي باردة طعمها حلو قوي برضو. اتمنى ان انتم متنسينيش من صالح دعاكم. كمان ما تنسينيش من اللايك والشير وسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتيش معانا. اتمنى ان انتم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.